ترقوها وحدة صغيرة. هلا اول شي بدنا نستعمل البسكوت الدايجستيف حصرا. الدايجستيف بهيدي التحلية بيعطينا طعمة فعلا مميزة. تمام. هلا انا حاستعمل نص علبة، في بتيجي منها باكت علبة كاملة اكبر من هيك، وبتيجي هيدي نص علبة تقريبا بتيجي. فهلا رح اخدها ورح فضي البسكوت واطحنها قد ما فيني ناعم. هلا عم بطحن البسكوت قد ما فيني ناعم. شوفوا كيف بدي اياه يكون مثل هذا الشكل قد ما فيكن عمود البسكوت. هلا انا فرمت الكمية كلياتها عندي هون. لايكوا كيف طلع عندي البسكوت كثير ناعم. لازم يطلع معكم بهيدي الطريقة. بدكم تجيبوا هلا حليب المكثف. تقريبا بدكم نص علبة من هاي اللي بايدي انا. فضوا نص علبة مع البسكوت. خلينا نفتحها من هون شوي لحتى تنزل اسرع. حطوا نص العلبة مع البسكوت. يا عين المنظر، مين بحب مثل الحليب المكثف. نلبس كف بايدنا ونبلش نفركن هيك شوي شوي على مهلنا لحتى تتكتل معنا هيك مثل عجينة. كل ما حسيتوا البسكوت ناشف هون بترجعوا بتزيدوا حليب مكثف لحتى تصير معكم عجين. هلا خليكم معي حتى ما يروح عليكم اي شيء. واللي مش حاطط لايك على هيدا الفيديو يلا يعمل لايك وشيروه لرفقاتكم وعيالكم، لانه عن جد وصفة اليوم الكل حيعملها. يلا حشكلها هلا على شكل عجينة وبرجع لكم. ضليت ادعك فيها لمدة 3 دقايق. ليكوا كيف صارت معي عجينة متماسكة. شايفين كيف صارت شقفة وحدة كلياتها. هلا حاول اني اجمعها مثل ما هي هيك واخدها على صحن مثل هذا يكون صغير. رح انقل الكمية كلياتها هون عندي، وبدي احاول اني وزعها على كل الاطراف تكون عجينة كلياتها هيك متساوية لحتى ما يضل عندي فراغات بقلب الصحن. خليكم معنا وما تنسوا اللايك لهذا الفيديو. هلا حافردها كلياتها هون. يعني العجينة هون يعني مغرقة بالنسلة، فشو حتكون الطعم. هيك ولبساني حتى يفتح الريحة. شايفين كيف مدوها هيك كلياتها. هلا حنبلش نجيب الكندر وحنبلش نفضيها بقلب شي يتذوب معنا، بحيث بدكم تذوبوها بقلب المي على البرمري يعني، او بتذوبوها بالميكروويف متواجد عندكم. هلا انا رح فضي علب الكندر عندي هون، بس لازم ندوق يعني. خاصة دايبة. بتعرفوا ليش دايبة؟ لأنه عم صور بالشمس وهني هون على الشمس. رائعة. وهيدي كمية الكندر كلياتها عندي. بدي اخدهم وذوبهم بقلب الميكروويف. هلا من بعد ما ذوبنا الشوكولا الكندر حنبلش نسقطهم هون. هيك المنظر. وهلا طلعتها من البراد خليتها لمدة ساعة. شوفوا كيف جمدت معي على الاخر. بتقلبوها هيك ما بتقلب معكم، فلما تكون معكم بهيدي الطريقة يعني هي ناجحة معكم. هلا رح احطها على الطاولة وحاخد معها كمان لزينة كم حبة من الكندر. عن جد اللي بيعشق الكندر هيدي الوصفة حتصير لإله عن جد إدمان. هلا حقطعهم بهذا الشكل، وحارجع كمان زيد عليهم شغلة كتير مهمة، حليب المكثف. هيك ترقوها وحدة صغيرة. هلا بلش وقت الجد. من بعد نطرة طويلة خليني غطسها بعد بالشوكولا مشان ما تطلع ناشفة. لازم ذوق حدكم اعطيكم رأيي بهيدي الوصفة. يعني هي ما بدها رأي، مكوناتها معروفة وكتير سهلة وكتير طيبة. هيك. لك الشوكولا الكندر كيف.
لك وسينتا كمان على الوجه اسكندر يعني، فيكم تعملوا هيك. مم؟ مم. مم. تشيلوا بس شوكولا بدون بسكوت، عرفتوا كيف؟ فيكم مع بسكوت، خلينا ندوقها مع شوكولا لحالها. ادمان، جربوها. رأيكم بالتعليقات، وما تنسوا تعملوا لايك لهذا الفيديو. خليني اكل وحده من هي بعدها، بس هيك شوكولا لحالها. اطيب على فكره بدون البسكوت.